هو ليه دايما الفيديوهات اللي بنشوفها بيعملوا الستايلينج من النص؟ ليه ما بيعملوش حساب الناس اللي عندهم فراغات من قدام؟ انا اخترعت لكم طريقة جديدة اسمها الكيرلي فليب. كل اللي هنحتاجه فيها المشط اللي بنقسم بيه شعرنا وفرشة الستايلينج. هنحط الليف ان ونسرح شعرنا بالطريقة اللي احنا متعودين عليها عادي جدا، ونلم الكراون اريا من قدام، وهنبدأ نعمل ستايلينج عادي خالص زي ما احنا ما متعودين. بس يا ريت وانتوا بتعملوا ستايلينج تحاولوا تعلوا ايديكوا بشعركوا لفوق على اكتر حاجة تقدروا عليها. نيجي بقى للكراون اريا اللي هي فيها الشغل كله. هنعمل ستايلينج للكراون اريا بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها، بس بدل ما نعملها من النص هنعملها في الجنب. بعد ما نخلص الكراون اريا هنبتدي نقسم بمشط التقسيم خصل رفيعة جدا من الجنب، ونعمل لها ستايلينج بالفرشة وننزلها على جنب، وهكذا بنفس الطريقة لفوق وننزل بيها على جنب. وكتروا زي ما انتوا عايزين علشان كل ده في مصلحة الفوليوم. بصوا بقى الشعر بقى عالي ازاي من قدام، وده كده بعد ما نشف. احلى ستايلينج على جنب هتعملوه في حياتكم، وبس كده.